السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. شحال هذه ما درت حتى شي فيديو مده. اليوم هذا الفيديو اللي غندير ديال الحنه بالنسبه لتغيير لون الشعر وبالنسبه للشيب. عندي هنا 2 معالق ولا 3 المعالق ديال الحنه. عندي هنا القرنفل اللي كيغير اللون وكيخلي واحد الريحه زوينه في الشعر. انا عندي ورق ديال السدر كما تشوفوا، هو راه خديته انا خضور وخليته حتى يبس. وعندي قشور الرمان اللي كذلك كيغير اللون، يتغير لون الشعر اللي ماشي اللي عندها الشعر كحل، اللي عندها الشعر تقريبا بحال كذا مارو راه كيغير اللون ديال الشعر. وعندي الخزامه، وانا عندي الورق ديال البصله. الورقه ديك اللي كتكون من الفوق هذه راها مزيانه وبزاف للشيب. وعندي شويه ديال زيت العود، وعلى حسب كل واحد العشب اللي عنده الحبق. انا درت زريعه الحبق، ملي ما عنديش الورق درت الزريعه ديال الحبق. على حسب كل واحد شنو عنده. انا عندي هادشي اللي متوفر عندي في الدار. اللي عنده اليازير ولا ارزاز ولا شي حاجه يزيدها ديال الشعر. انا درت هذه على قبل اللون وعلى قبل الشيب. الشيب عندي من القدام كنصبغو، كدوز سيمانه تقريبا كيرجع ليا الشيب بدا يطرطق. هادو القشور ديال البصله انا سمعت عليهم الدكتور السقلي هو اللي كان يتهضر عليهم وجربتهم وفعلا طلعوا زوينين. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لك الحنه كتنشف الشعر، فعلا هي كتنشف الشعر، ولكن الا درتي مع القطره ديال الزيت راه ما غاديش تنشف لك الشعر، وكتعطي واحد اللون زوين وكتخلي الريحه زوينه. كنجمعوا هاد العشب كلهم كنغسلوهم نحيدو منهم الغبره كما كتشوفوا، وكنديروهم غير يجيو يطبخوا بحال هكا، ونغطوهم قبل ما يبداو يطبخوا، نغطوهم باش ديك الزيوت ديالهم ترجع عليهم، نصفوهم ديك الغبره ولا التراب ولا اللي فيهم. من بعد نديرهم على البوطه كيطلقوا، يعني ما يطبخوش واحد المده طويله. كتشوفوا بداو طالعين كنطفي عليهم ونخليهم يطلقوا واحد الماء ديالهم. هو باش غادي نخلط الحنه كما قلت لكم. هاد القشور ديال البصله راها مزيانين مده طويله، باش مع الدكتور سقلي يهضر عليهم، ولكن ما عمرني ما جربت. ولكن فاش جربت فعلا مده تقريبا هذه باش درتها شهرين، هذه راه الشيب باقي ما طلعش وباقي ما بانش. عاد اللون ديال الشعر تغير، وكان عندي الشعر بحال كان طيطيح وكان ناشف. ولكن ملي درت الزيت درتها مع الحنه راه ما نشفتش الشعر، بالعكس دارت لي واحد اللون زوين. والخزامه والقرنفل والحبق كيخلو واحد الريحه زوينه. كما قلت لي عنده شي عشوب وحدين اخرين يزيدهم. انا هادشي اللي متوفر عندي. بالنسبه لي عنده اليازير ولا ارزاز ولا على حسب تغيير اللون، كاين بزاف ديال العشوب اللي كيغيروا اللون ديال الشعر بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر مارو. اما اللي عندهم الشعر كحل صعيب يتغير لهم اللون ديال الشعر يرجع مارو، ولا الا الشيب في الحاله اللي عنده الشعر كحل يدير الوراق ديال البصله كما قلت لكم. الشيب راهم صالحين للشيب مزيان. هذه عن تجربه. عندكم كما تشوفوا العشب هما طلقوا. هاد الماء ديالهم اللي صفيت باش نخلط الحنه كذلك ما تكونش قاصحه بزاف باش ما تجيكش صعيبه، باش ملي تغسلي شعرك ولا ما تجيكش بحال هكا ملي تبغي ديرها ما يجيك صعيب، يعني تكون جاريه واحد شوي. انا تقريبا عندي الشعر قصير، درت غير شويه تقريبا 3 المعالق كبار. غنزيد عليهم واحد نص كاس صغير ديال الزبده ديال الزيت. ومن بعد ندير الحنه خلاط طبخ واحد شويه ماشي بزاف، نخلط الطبخ في هذاك الماء ديال هذوك العشوب. كما كتشوفوا هي الحنه كذلك انا شريتها وطحنتها على يدي، يعني ما شريتهاش مطحونه. كما تشوفوا من طبخت شويه من بعد درتها على شعري تقريبا واحد ساعتين بحال هكذاك. من بعد دوشت، يعني عطاتني هذا اللون اللي